حبايبي، حابة أحكي معكم بموضوع مهم. ممكن أنا كان المفروض أحكي عنه من زمان بس ما حكيت، ولا تسألوني ليش ضليت ساكتة، لأنه أنا حسيت أنه بوقتها كان الصح أنه أضل ساكتة ما أحكي عن الموضوع. بس اليوم ما بعرف، خلص خطر لي بدي أحكي. يعني أنا ما راح أضل ساكتة عن موضوع، أضل ساكتة وأنتم ماخذين عني فكرة ما المفروض تاخذوها عني. أوكي، الموضوع طبعا بيخص التعليق. اوكي، بدي ارد على هالانسانه هي. كان في كذا تعليق بيشبه التعليق، يعني لما حكيت موضوع الميلاد ميرا انه ليش ما عزمتي اهلك، وهذا التعليق ولا بس شاطره تذمي بامك. يعني يا متخلفه. اوكي، يعني اول مره انا احكي بهالاسلوب. اوكي، بالذات الها يعني انتو حشاكم. بس هاي لازم ينرد عليها، لانه انا امتى شفتيني بحياتك انا ذميت باهلي؟ بتحداكي تجيبي لي مقطع انه انا عم بحكي فيه عن اهلي بالعاطل. جيبي لي. ما رح تلاقي، ما حتقدري تجيبي، لانه ما في هيك مقطع. اوكي، ما في. انا ما حاكي شيء بسوء عن اهلي، لانه انا هي مو صفة، يعني هي مو من طباعي انه انا احكي بسوء عن شخص يخصني. مش طبعي ابدا. ممكن بعض المشاهير تعمل هالشيء، انا لا. اوكي، حتى لو كان الشخص ضاررني وعامل لي مشاكل ما بحكي عنه بالعاطل. next story. شوفوا، انا ما رح ادخل بتفاصيل كتيرة عن سبب انا ليش ما كنت اتواصل مع اهلي قبل، بس اللي بدي تعرفوه بس شغلة واحدة، انه انا بحياتي الموضوع شوي too much. انا بحياتي الموضوع طبعا حساس جدا بالنسبة لي، بس انا حابة بسألكم شيء، انه انا breathe لازم اتنفس. انه انا بحياتي ما كنت انا السبب انه انا ما كنت اتواصل مع اهلي. يعني اجت فترة يعني انه انا بس هربت من المشاكل، بس هذا اللي سويته. يعني لا اذيتهم ولا حكيت عن، بس هربت من المشاكل فقط، حفاظا على حياتي ما تتدمر وما تنهدم وبيتي ما ينهدم فقط. فانا هذا اللي سويته. بس او ماي جاد، اعصابي عم ترجف. شوفوا، او عن جد الموضوع حساس بالنسبه لي، بس انه قلت لازم احكي عنه. ما راح اضل ساكته طول الحياه، وبعضكم اكيد ماخذ فكره عني انه فانا الفتره اللي ما كنت تشوفوا اهلي فيها، وانا كنت هربانه من مشاكل، من الستريس، من الاشياء والدراما اللي كانت بتصير، وبس بدي أعيش بسلام. هذا اللي كان بدي إياه، ولذلك أنا قطعت التواصل لحتى أقدر أعيش بهدوء وبسلام، وأبني عيلة ما فيها مشاكل، عيلة هادئة. ما في الفترة اللي أنا ما كنت بتواصل مع أهلي فيها، يعني أنا ما كنت مرتاحة. يعني كان هالموضوع مأثر على نفسيتي. كل يوم بفكر فيه، أيام ببكي. شو احكي لكم، بس انا يعني من كثر ما انا كنت مضطرة ضغطت على نفسي وقلت لحتى it's okay، بس لحتى انه حياتي تمشي بسلام وما تخرب وما ينهدم بيتي. يعني ما بدي ادخل بتفاصيل واحكي لكم شو هي المشاكل، لانه انا ما بدي ادخل بديتيلز. فانا لما شفت التعليق، طبعا انا ما عم بقدر اكمل السنابات، كل شوي باخذ باوز حتى اوقف شوي، اتجمع قواي حتى اقدر احكي لكم، لانه انا مو من النوع اللي بحب اطلع على الكاميرا وانا ببكي. مش يعني ما بحب هالشي. فانا لما شفت التعليق انه ليه ما عزمتي اهلك على عيد ميلاد بنتك، قلت انتوا وين عم تفكروا وانا وين؟ يعني انتوا متخيلين انه اصلا اهلي مش شايفين ادم وميرا؟ ولا مرة. رغم اني انا هلأ صار لي سنة بحكي معهم وبتواصل، بس ولا مرة شافوا آدم وميرا على الحقيقة. طبعا صور وهيك ايه، بس انه لقاء
فيس تو فيس ولا مرة. بس أنا بس حبيت أقلكم أوضح لكم، وما بدي أدخل بديتيلز، وبليز ما تسألوني عن هالموضوع لأنه جد هو بيأثر علي وبيأثر بنفسيتي. وانا ما راح اقدر احكي لكم اي ديتيلز ولا اي شيء، ولا شو سبب المشاكل، ولا انا ليش تركت، ولا انا ليش هربت من هالمشاكل. ما تسألوني. بس تأكدوا انه انا مش وحدة جاحدة ولا وحدة انه عاق. اوكي، بس هذا اللي بدي تتأكدوا منه فقط. خير، لا طبعا. بطلي مسلسلات تركية. اوكي. لا مو هذا السبب. وعملت عرس واهلي كانوا حاضرين بعرسي الحمد لله وكل شيء كان تمام. اوكي، يعني مش هذا السبب. وحكيت لكم انه انا ما راح احكي عن الموضوع، ما راح احكي على تفاصيل انه ليش عدم التواصل صار وليش كل الاشياء صارت. مو حابة ادخل تفاصيل صراحة، ف يا ريت تحترموا هالشي. طبعا الكومنتس اللي بتجيني الايجابية بالسناب شات لا تقارن بالكومنتس السلبية. بس سبحان الله الإنسان هو كطبع بيحب إنه بيلفتوا أكثر الكومنت السلبي، إنه بيلفت نظره، مش بيلفتوا كلفت إنه منيح، لا بيلفت نظره بس. بس الكومنتات الإيجابية بصراحة دائما بقراها، ودائما بحس إنه أنتوا جد جد مثل أهلي والله. بالذات هي الناس اللي بتكتب لي هيك يعني أشياء إيجابية، بتشجعني أو يعني أي شيء بيعلقوه إيجابي بحس إنه أنا عن جد إنه أنتوا أهلي جد، يعني ما عم بمزح. يس. بس هو الكومنت السلبي ما بعرف، بس بيلفت شوي اكسترا اكتر من الكومنت الايجابي. ما بعرف ليه، المفروض ما يكون هيك. طبعا المفروض واحد ما يعطي قيمة للاشياء السلبية بحياته، مو بس تعليقات كشكل عام. شلت العدسات، اروح اسوي هذا. اوكي، بعد ما ارتب هون الفوضى. اوكي، دخلت المطبخ، صار لازم اسوي اكل. جوعانين، وقلت خليني اسوي شيء بسيط لانه البارحه انتم شفتوا جبنا كتير. اوكي، دخلت المطبخ، صار لازم اسوي اكل. جوعانين، وقلت خليني اسوي شيء بسيط لانه البارحه انتم شفتوا جبنا كتير اكل. ها ماما، are you okay? It's okay. يلا قومي. عادي مامي. اوكي. ها ماما، are you okay? تعال. Come. What happened? شو صار؟ شو صار؟ شكلك وقعت من البسكليت. ماما you have to be careful. okay? لازم تديري بالك. okay? يلا give them kiss. Don't fast. Give them kiss. Don't fast. No, don't drive fast. يلا روح. Go play. You're okay.